ريزو KFC بطريقة سهلة جدا وطعمها خطير وما بتاخدش وقت خالص. انا أمنية اشرف ويلا بينا. استخدمت البانيه، ممكن تستخدموا صدور الفراخ وهقطعها ستريبس بالطريقه دي. نجهز بقى صوص الريزو، عباره عن كاتشب وصويا صوص وخل وتوابل هكون كاتباها وكمان عسل. هقلبها بقى كويس وبعدين هضيفها في طبق تاني، وفي نفس الطبق اللي كنت عامله فيه هضيف البانيه وهبدا اتبلها بقى بمعلقه من الزبادي ومعلقه صغيره من المستردة واربع معالق كده من صوص الريزو اللي احنا عملناه. ولو هتستخدموا كميه اكبر ممكن تضيفوا صوص اكتر. هسيبها بقى في التلاجة اقل حاجه 3 ساعات. جاهز بقى تغليف الستريبس، هضيف الدقيق وعليه شويه كده من التوابل هكون برضو كاتباها ومعلقه كبيره من النشا، وهقلب كويس واسيبها على جنب. الرز الريزو هضيف زيت وكمان سمنه ومعلقه من السكر. اول ما السكر يتكرمل ويبقى لونه ذهبي هضيف بصلايه تكون متوسطه متقطعه قطع صغيره وهقلبها لغايه ما تدبل، واضيف النص التاني من صوص الريزو، ضفت ربع كوبايه منها ومعلقه صغيره من الكركم. وهغسل بقى كوبايتين من الرز المصري وهبدا اشوح الرز كده، يعني هقلب كله مع بعض واضيف بقى كوبايتين من الشوربه. واول ما الرز يشرب الشوربه هوطي واغطيها واسيبها تتلدن. طلعت الفراخ من التلاجة، هبدا بقى اعمل لها التغليف علشان اقليها. هضيفها الاول في الدقيق وبعدين اضيفها في ميه تكون ساقعه وبعدين ارجعها في الدقيق تاني، وهعمل الكميه بتاعتي كلها لغايه ما اخلصها. في زيت غزير هضيف بقى الستريبس، واول ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده وتكون استوت تمام يبقى كده كل حاجه جاهزه، والرز كمان خلاص استوى. هقطع الستريبس بالطريقه دي وهقدمها بالطريقه دي، والف هنا.